محمد من الفيوم شاب بسيط عاش أحلى 7 شهور بعد جوازه، وكان بيقول ربنا عوضني بأجمل بنات البلد. لكن بعدها سافر ليبيا 2 كاملين عشان يبني مستقبل بيته. رجع محمد شايل هدايا وفرحة، لكن أول ما فتح الباب اتجمد مكانه. مراته بطنها باين عليها الحمل قرب منها وهو مش مصدق. انت حامل؟ اتلخبط، بس هو ما قدرش يستنى تفسير وبيقول محمد أنا كنت برا مصر 2 سنين، حسيت الدنيا بتقع فوق دماغي. حافظ على أعصابه وخدها مع بيت أهلها وراح على مركز الشرطة، قدم جواز سفره اللي بيأكد تاريخ سفره وعودته، وبتعليمات من اللواء مدير أمن الفيوم تم استدعاء الزوجة. ولما قعدت قدام رئيس المباحث انهارت واعترفت وقالت جوزي سافر وسابني، أنا ضعفت وابن عمي كان دايما بيتردد على البيت ولقيت معاه اللي أنا محتاجاه. وفي التحقيقات قالت إنها كانت عايزة تطلب الطلاق لكنها خافت لحد ما الحمل كشف كل حاجة. محمد اللي كان راجع بالحلم قال كلمة توجع القلب: الوجع ده عمره ما ينتهي. النيابة أمرت بحبس الزوجة وعشقها 4 أيام على ذمة التحقيق، والزوج من حقه رسميا يطلب نفي النسب وتقديم طلب لإجراء الفحوصات الطبية لإثبات الخيانة وإنكار النسب. والنتيجة الحبس 2 وإنجاب طفل داخل مستشفى السجن بدون أب وبدون نسب طبقا لأحكام الشرع والقانون. الخيانة مش مجرد غلط، دي صدمة بتكسر عمرك كله، وضحية مش بس الزوج، ده كمان طفل جيل الدنيا مش عارف مصيره.